دي إيميلي كوبر، عود فاخر من الآخر. في السيزون الأول سافرت فرنسا كمندوبة من شركة جيلبرت للتسويق اللي بتشتغل فيها لشركة سافواغ اللي اشترتها شركة جيلبرت واللي مديرتها اسمها مادلين، واللي كانت هتسافر هي، ولكن مرة واحدة بتكتشف إنها حامل، فبتطلب من إيميلي تسافر مكانها عبال ما هي تكتشف مين هو أبو الجنين. وبتسافر إيميلي مكان مادلين لفرنسا، وهناك بتتعرف على سيلفي مديرة الشركة، وعلى كامي اللي بقت صاحبتها بعد كده، وجابرييل جارها واللي يبقى عود فرنساوي فاخر من الآخر، واللي بيكون مرتبط بكامي صاحبتها واللي دخل في علاقة مع إيميلي من ورا كامي صاحبتها. وتقدروا تعرفوا تفاصيل أكتر من اللينك اللي في اول كومنت على الفيسبوك وفي الديسكريبشن لو انت على اليوتيوب. بتروح ايميلي لجابرييل وبتقول له جيبو، انا حاسه بالذنب تجاه كاميل، انا حاسه ان انا خنتها، حاسه مش متاكده. وبتطلع على شركه سافواغ، فبتلاقي جوليان زميلها هناك بيقول لها ان كاميل صاحبتها مستنياها بره عشان كاميل بتسوق لمنتج الشمبانيا بتاع عيلتها في شركه سافواغ. وبتروح هي وكاميل وسيلفي يتغدوا، وبتشتكي لهم كاميل وبتقول انتوا متخيلين ان صاحبي كان عايز يسيبني ويسافر نورماندي يفتح مطعمه هناك؟ فسيلفي اللي كانت عارفه بعلاقه ايميلي وجابرييل بتقول ما هي ايميلي برضو كانت مرتبطه بطباخ. فكاميل قالت بجد ما قالتليش، المهم انا هعمل ايه مع جابرييل؟ فسيلفيا قالت لها انت عارفه ان ايميلي كانت مرتبطه بواحد اسمه جابرييل برضو؟ فكامي قالت بجد ما قالتليش. ايميلي ممكن تبعتي لي اللوكيشن بيتك؟ فسيلفيا قالت اشمعنى؟ قالت لها عشان جابرييل حبيبي ساكن معاه في نفس العماره وهو مستنيني دلوقتي. فسيلفيا قالت لها انت عارفه ان صاحب ايميلي برضو كان ساكن معاه في نفس العماره؟ فقامت كامي بصت لايميلي وقالت لها يعني ايه؟ ايميلي هو حقيقي اللي بسمعه ده؟ انت مصاحبه طباخ وساكن معاكي في نفس العماره واسمه جابرييل؟ فايميلي قالت لها اديني فرصه بس اشرح لك. فكامي قالت لها ما تحاوليش يا ايميلي، انت بتهزري، احنا كده هنتلخبط بينهم. بتطلع ايميلي على محطه القطر، فبيجي حد يخضها، فبتبص قدامها فبتلاقي عود فرنساوي فاخر من الاخر، وبيقول لها مالك في ايه؟ انا ماتيو كادو، وريس بيير كادو، الكلاينت اللي عندك في الشركه، واللي بتكون ايميلي مسافره معاه سانت روبيه في رحله على القطر عشان تهندل العميل. بس ماتيو بيدخل عليها الاوضه فبيلاقيها بتكلم جابرييل وبتقول له كانت ليله عظيمه صدقني، بس كامي دي صاحبتي ودي السبب الوحيد اللي يخليني ابعد عنك. فماتيو بيتصدم وبيقول لها في ايه؟ يعني انت بتحبي جابرييل وخارجه معايا تتفسحي وتسافري، احنا الاثنين في نفس الوقت، اتنين في واحد ايه؟ نسكافيه؟ بتطلب ايميلي من كامي ومندي صاحبتها انهم يجوا يقضوا معاها السفريه بدل ماتيو كادو اللي هو اصلا دافع فلوسها. وبتاخدهم كاميل حفله، وهناك بتتمشى كامي فبتخبط في شخص كده، فبتقول له في ايه؟ ما تحاسب ما تتاخر. ولكنها بتبص فبتلاقي قدامها عود ايطالي فاخر من الاخر، وبتتعرف عليه وبتلاقي اسمه رومان. فبتقول للبنتين طبعا اذنكم انا هروح انا ورومان نتفرج على لوحات فنيه في اوضه المسافرين. فايميلي بتقول لها طب وجابرييل؟ فكامي قالت لها زحلقته اصلا انا صابونه. بتطلع ايميلي على مطعم لورانجي اللي في سانت روبيه عشان تبص على الشمبانيا بتاعت كامي بتتباع هناك ولا لا، ولما ما بتلاقيهاش في المنيو بتطلب من الويتر انه ينادي لها صاحب المكان، فبيجي لها لورانجي بنفسه فبتلاقيه عود فرنساوي فاخر من الاخر. واما بتروح تتخانق معاه وتساله بتلاقيه حاضن واحده، فبتقول له يعني انت واخد الشمبانيا مخبيه في حضنك وسايب الزباين كده؟ ولكن الازازه مره واحده بتلف فبتلاقي ايميلي سيلفي في وشها، فبتقول لها يخرب بيتك هو الضغط كله عليك انت؟ وبتتصدم ايميلي اكتر لما تعرف ان لوران يبقى جوز سيلفي. فقالت لها طب وانطوان صاحب براند ميزين لافو؟ فسيلفي قالت لها لوران جوزي وانطوان عشيقي، او كان عشيقي، هو دلوقتي مجرد كلاينت بيجي يزورني مش اكتر. فايميلي قالت لها في فرنسا؟ فسيلفي قالت لها لا في البيت. فسالتها وجوزك عارف؟ فسيلفي قالت حبيبتي في فرنسا الستات من غير رجاله زي البيت من غير غساله. بتقرر مندي صاحبه ايميلي انها تعمل لها حفله بمناسبه عيد ميلادها، وبيجي جابرييل فبيشوف كامي فبيقول لها وحشتيني، فبتقول له وانت كمان، فبيقول لها وحشتيني قوي وانت كمان قوي، انت عارفه انك اكتر واحده مميزه في المكان هنا. وبتبتدي الحفله وبياكلوا وبيشربوا، وبتروح كامي تجيب الشمبانيا عشان يخربوا، ولكنها بتلاقي على البوتاجاز بتاع ايميلي طاسه البيض اللي مكتوب عليها اسم جابرييل واللي كان مديها هديه لايميلي، فبتجمع العلاقه اللي كانت بينهم. فبتروح تشلف لايميلي وبتسيب الحفله وبتمشي. فجابرييل بيتحرج ووشه بيحمر، ولكنه بيشوف ايميلي جنبه فبيقول لها وحشتيني، فبتقول له انت كمان، فبيقول لها وحشتيني قوي وانت كمان قوي، انت عارفه انك اكتر واحده مميزه في المكان هنا. بتقرر ايميلي انها بعد اللي حصل تدرس حياه الفرنساويين صح عشان تفهم بقى ازاي تتعامل معاهم. فبتطلع على سنتر الغاعي الصالح عشان تكمل كورسات اللغه الفرنسيه، وهناك اول ما بتدخل بيطلبوا منها تختار زميل ليها في البروجكت. فبتروح على اول طالب يقابلها فبتبص فبتلاقي قدامها عود انجليزي فاخر من الاخر. فايميلي بتقول له اسبيها فجاه حبيت فرنسا قوي، فبيعرفها بنفسه وبيقول لها انا الفي من لندن. فبتقول له ايميلي واسبيها فجاه حبيت بريطانيا قوي. فبيسالها انت جايه هنا تعملي ايه؟ فبتقول له جايه اتعلم فرنساوي. فقال لها اشمعنى؟ قالت له عشان ابقى من اهل البلد، وزي ما الحكمه بتقول اهل مكه ادرى بشعابها. فقال لها طب واهل لندن؟ فقالت له انا ادرى بيهم. فقام باصص لها وقايل سهله بس مستاهله. بتنزل ايميلي من بيتها فبتلاقي جابرييل قاعد بيحضر لافتتاح مطعمه الجديد، ومره واحده بيدخل عليهم واحد، فبتبص ايميلي فبتلاقي قدامها عود فرنساوي فاخر من الاخر، واللي بيبقى انطوان لامبير صاحب براند ميزين لافو
رانديفو للعطور اللي بيقولها تجهز عشان بكره الافتتاح بتاع المطعم اللي جابرييل مشارك فيه انطوان، واللي يبقى كلاينت في سافوار، وكان بيخون مراته مع سيلفي بس مراته عارفه، وايميلي كانت عارفه ده، وسيلفي كانت بتخون جوزها مع انطوان وجوزها عارف، وايميلي كانت عارفه ده. فبكده سيلفي خانت جوزها مع انطوان، وانطوان خان مراته مع سيلفي، وايميلي خانت صاحبتها مع جابرييل، وجابرييل خان صاحبته مع ايميلي اللي هي نفسها خانت ماتيو كادو لما كانت مصاحباه مع جابرييل اللي اصلا كامي صاحبته خانته مع الواد رومان. هي ما خانتوش للاخر، هي بسيته بس. فجابرييل بيقول لها كلنا هنتجمع ما تنسيش، فسالته هنتجمع في الافتتاح صح؟ فقال لها لا في النار. بتبتدي ايميلي علاقتها تتطور بألف زميلها في الكورس والكرسي، وبتعرف انه بريطاني شغال في بنك، ولكن فرع البنك جابه هنا واجبره يتعلم فرنساوي، فبتقول له جميل كلنا لازم نتعلم فرنساوي. وبتفتكر جابرييل وبتقول هو صحيح الفرنساوي نار بس الانجليزي جبار. بتقرر كامي انها تدي فرصه ثانيه لايميلي، وبيرجعوا اصحاب، وبيروح ألفي حفله تسويق تبع شركه سافواغ عشان يقابل ايميلي، وبيقفوا مع بعض على طرف المركب، وبيبص لبرج ايفل وبيقول لها يا ايميلي وتينه غضه الافنان باسقه قالت لاترابها والصيف يحتضر. بتقلب ايميلي في صور الايفنت بتاع حفله التسويق، فبتلاقي ان المصور مروق جامد على سيلفي، فبتروح تقول لها ان الواد ده غالبا معجب بيكي، فبتقول لها ده عيل صغير يا بنت انتي، فايميلي قالت لها عادي الصغير هو اللي بيحير. فبتروح سيلفي تقابل الواد، فبتلاقيه عود فرنساوي فاخر من الاخر، فبتقول له انت بتصور صح؟ طب تعرف تصور مناظر طبيعيه؟ فقال لها اعرف. طب تصور سيشنز افراح؟ قال لها اعرف. طب تصور اغلفه مجلات؟ فقال لها اعرف. طب تصور ان انا متجوزه واحد ومصاحبه واحد ومع ذلك معجبه بيك؟ بتبتدي مادلين تفوق وترجع لشغلها وتتدخل في شغل سيلفي، شغل النسوان مع بعض احنا مالناش دعوه بيه. وبتبتدي ايميلي تفوق كده لنفسها وللواد الانجليزي اللي معاها اللي بيعزمها عنده في البيت عشان تشرب من نفس الكاس اللي بيشرب منه كل يوم ويسكي، وبيفضلوا يحكوا لبعض عن احلامهم وطموحاتهم. ومره واحده طرخ بيحصل بينهم بوم طخ. بتنزل ايميلي من عند ألفي تاني يوم الصبح وهي لابسه الجاكيت بتاعه عشان هدومها اتقطعت في الخناقه، وبتطلع على بيتها تغير وبعد كده على مكتب الشركه، فبتلاقي ان مادلين مشلفه لسيلفي وشايفه انها مقصره في شغلها. ومره واحده بيجي لها رساله من جابرييل بيقول لها فيها ان في شاب انجليزي قاعد عنده في الكافيه وعايزين حد امين عشان يصرفه. فبتروح ايميلي جري، فبتلاقي خيره شباب اوروبا قاعدين في المطعم، وبيقول لها ألفي انه جه جابرييل لما عرف انه صاحب المطعم اللي كان فيه الافتتاح اللي عملته. وبتكتشف ان ألفي كان ناسي تليفونها في جيب الجاكيته بتاعته، وبتكتشف ايميلي ان الاختيار صعب قوي. بتقرر كامي انها تعزم ايميلي عندها كام يوم في البيت عشان يفكروا في الحمله الجديده بتاعت شامبيغ. واول ما ايميلي بتدخل الصاله بتبص بتلاقي قدامها عود فرنساوي فاخر من الاخر، وبيدخل تيموثي يسلم عليها، واللي يبقى اخو كامي اللي عنده 17 سنه واللي ايميلي كانت دخلت معاه في علاقه السيزون اللي فات من غير ما تعرف سنه الحقيقي. وبعدها بتتفاجئ ان جابرييل موجود في البيت بعد ما كامي عزمته، فبتحاول انها تصلح العلاقه اللي بينهم عشان الميه ترجع لمجاريها. بتتطور علاقه سيلفي وايريك اكتر، وبياخدها عشان يعرفها على اصحابه، فبيلاقيها مقريفه فبيقول لها مالك؟ فقالت له ايريك جاوبني بصراحه انت هتيجي تقابل ماما امتى؟ بتروح ايميلي الشركه في يوم الصبح، فبتلاقي مادلين وصلت فرنسا وراحت للشركه عشان تشوف سيلفي مالها مكركبه الدنيا كده ليه. وبتكتشف مادلين ان انطوان لامبير بقاله سنين بيدفع مبلغ صغير جدا كاتعاب للشركه، وباقي الاتعاب كان بيناقشها مع سيلفي في الغرف المغلقه، وانها بتدي ايريك مرتب عالي جدا مقابل انه بيهرش لها في ظهرها كل يوم الصبح. وفي نفس الوقت بيعرف ألفي ان ايميلي كانت في علاقه سابقه مع جابرييل، فبيروح يقول لها يا اسطى بقول لك انا ما عنديش مشكله في الماضي بتاعك، بس انا ما احبش تبقي عارفاني عشان ابقى بديل لشخص. ها؟ فقالت له يا راجل عيب عليك انا عارفاك عشان هتبقى بديل لشخصين. فقال لها حبيبي يا اسطى. بيصحى ايريك في يوم من النوم هو في بيت سيلفي، فبيفتح الباب فبيلاقي راجل غريب بيقول سيلفي هنا، فبيقول له انت مين؟ فقال له انا جوزها. في ايه يا عم مالك مخضوض كده ليه على مهلك؟ بيروح ألفي يتكلم مع جابرييل وبيقول له هسالك سؤال وتجاوبني عليه بصراحه، انت ايه اللي بينك وبين ايميلي؟ فجابرييل قال له سقف، اصل هي ساكنه فوقي. بتستقيل سيلفي هي وكل فريقها من سافواغ بعد ما مادلين شلفت لها في وسط الشارع، وبتطلب من ايميلي انها تنضم لها في شركتها الجديده، بس ايميلي بتبقى متردده كده وبتحكي لمندي صاحبتها وبتقول لها انا خايفه اسيب البلد دي من اجل شخص واحد بس، وبتقوم طالعه على عمارتها ومشمره كمامها وطالعه على جيبه وقايله له انا قررت اني هفضل في باريس عشانك. جابرييل انت لازم تعرف اني. فجابرييل قال لها انك ايه؟ بحبك. بتتصدم ايميلي لما بتسمع صوت بنته جوه، فبتبص بتلاقي كامي قاعده جوه، وبتقول لها كامي يا ايميلي نسيت اقول لك ان انا وجابرييل رجعنا لبعض وطلب مني نعيش مع بعض في شقته. فبتسيبهم ايميلي وهي بتعيط وبتقول صحيح ما تامنش للفرنساوي، صحيح شكله حلو لكن عفشته ناشفه واعطاله كتير وبيخونك كتير على الطريق. وان شاء الله لما سيزون 3 ينزل نبقى نكمل لكم باقي القصه. ما تنسوش تعملوا فولو على الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام عشان تتابعوا الفيديوهات القديمه والجديده. سلام.